السلام عليكم. كيف ما عودتكم دائما وصفاتي ديما سهله ومميزه. اليوم كنقدم لكم وصفه ديال الكبده ديال لاداند اللي كتحتاجي في المقادير ديالها كبده ديال لاداند بيان سور على حسب لي نومبر ديال البيرسون اللي عندك، عدد الافراد اللي عندك، قزبر ومعدنوس، القزبر يابس، الثومه، الملح، التحميره او الفلفل اليابس، الكمون والابزار والخرقوم وزيت البلديه بيان سور، زيت الزيتون والبصل المفروم ومطيشه وحده محكوكه. كديري افون في قدر كديري فيه جوج طوماط ماء كيغلي، كديري فيه ورقه سيدنا موسى، كتلوحي فيه هاد الكبده واحد 2 مينوت باش كتحيد منها هذيك الزفوريه ديالها وكتولي تقطع لك فاسيلمون. كتخليه واحد 2 مينوت. بحال كتنسم لك بهذيك ورقه سيدنا موسى وهذيك الثومه وشويه د الملح، او ميم طون ما كتسواش، ما خصهاش طيب، غير دون فاصون تحيد منها هذيك الزفوريه ديال الكبده وكيجي لوغو ديالها زوين وقريب من الكبده ديال البقري اولا الكبده العاديه كيف ما كناكلو. من بعد كنحيدوها كنقطعوها دي طرونش مغصوات كاريات مربعات صغيره في مقلاة. كتوضعي مقلاة على النار، كتوضعي فيها هذيك البصله المبشوره، كتخليها شي شويه تقلى. من بعد كنضيفوا على دوك الطروفه ديال الكبده اللي قطعتهم كيف كتلاحظوها هما ما كتكونش طايبه من الداخل، غير لو فات كيف قلت لكم كتزول من هذيك الزفوريه. من بعد ما بدات كتقلى هذيك البصله والكبده كيف كتلاحظوا كنضيفوا لها الثوم شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الملح. كنضيفوا زيت الزيتون، واحد المعلومه قليت بواحد شويه د زيت المائده، زيت الزيتون كنفضل نديروه في الوسط من بعد باش ما يتحرقليش، من بعد ما باش يبقى فيه هذيك الفائده ديالو. من بعد كنضيف هذيك الطماطم المحكوكه. شي خوبيه الا جربتوا هاد الوصفه راه شي حاجه رائعه. القليل من القزبر، كنقصوا العافيه كيف كتلاحظوا الخليط ديالنا، نخليوه يطيب على المهل، فرنو ناقص. كنضيفوا شويه ديال الصبر اليابس، كنضيفوا الكمون،
حاجه اللي هي سهله وبسيطه وغير مكلفه. طبقنا اليوم طاجين ديال الكبده د العدان، ها هو وجد. كتزينيه بشويه ديال الزيتون، شويه ديال الربيع. وكنضرب لكم موعد ان شاء الله الوصفه جديده ولذيذه وسهله، ونتمنىو تابوناو معايا في لاشين ديالي. وشكرا.